في هذا بلد الأحلام السطل الأحمر كاين المشكل أنه ما كاين لا وازع لا رادع، لا ما كاين ولا شيء. يعني استفحلت الظاهرة. وزيد حاجة، هاد أبناء السطل الأحمر ما عندهمش فقط السحر تاع بلدهم، عندهم خليط من السحر اليهودي والسحر الإفريقي زائد هاد الشرويطة والطقوس. هذا بلد يسمون فيه الساحر فقيه، ويسمون الشعوذة طقوس عادية اجتماعية. يعني فعلا الأمر مخيف. هناك شيء بين، يعني نقول احنا في بلاد الجزائر طبعا كاين سحر وكاين، لكن نحن على الأقل الإنسان يستر نفسه ويخاف. أما عندهم ما كاش خوف، ما كاش سترة، يتباهون يتاجرون يسوقون. يعني الأمر راهو خطير جدا، وراهم يصدرون فيه. يعني ليس فقط يسوقونه، يصدروه. أنا شفت في بث الأخ ياسر واحد الإنسانة سعودية تبكي مسحورة، قسما بالله بكيت معها. قالت لك يعني زوجها مات من السحر، أولادها تشتتوا من السحر، ولقات نفسها في المغرب رايحة مع المرأة هذيك الخادمة، خلت لها فلوسها كاع، ومن بعد ولا عندها ولا فلس، راحت للسفارة السعودية عاود ترجع، هما اللي شراو لها بي تاع الطائرة وعاودوا رجعوها للسعودية. يعني شوفوا يعني الفجر وين الحق. يعني تدخلي البيت تأمنك على أولادها وأسرتها، يعني وتسحريها وتديها للمغرب تاكلي لها كاع فلوسها، وزوجها مات بالسحر واولادها تشتتوا. هذا اللي يعني خلانا يا اختي، هذا اللي خلانا نتكلم يا اختي. قلت القصه هذه قبل شوي قبل لا تدخلي. يا اخواني يا لا اخواني إله انتبهوا من إلا الاشكال الله. هذه. والله العظيم اقسم بالله ما خلاني اتكلم يا اخواني، ولا اخ مساعد ولا اخ سهم ولا الاخوان اللي موجودين واللي غير موجودين. وعددنا على فكره، انا قلت لهم من امس، قلت صونوا السنتكم لا اجيب العيد. وطبعا اليوم بديت، والقادم اوجع، القادم لهم اوجع. انا بجيب ادله وانا وعدتكم فيها باذن الله في بث مراد. راح اجيب اشياء يا اخواني عن طريق طبعا اللي سافروا، وراح اجيب البراهين والادله. وعلشان اللي عنده الان، انا اتحدى اي واحد متزوج او واحد عنده موجوده، اقسم بالله على اقرب رحله يوديها مهما كان يا اخواني. الضرر هذا وباء، والوباء هذا لازم الواحد يحذره، ولازم نتطعم عن هذا الوباء. كيف نتطعم؟ تركهم في الأصفر، تركهم في التواصل الاجتماعي، عدم النظر لهم، عدم الاحتكاك فيهم، عدم صحبتهم، خلهم عالم منبوذ. لا تتعامل معهم لا ماليا. مثل الوباء، مثل الوباء تراهم فعلا. متنكرين الآن في الألعاب الجولات، متنكرين بأسماء سعوديات، ويلا دعمني ويلا مدري ايش في الجولات. تراهم يتنكرون. لا تصدقونهم من نفس القبائل. السعوديه لن تظهر وجهها اصلا او برقع او نقابها امام الملا، مستحيل، انا اقول مستحيل. والسعوديات يمكن موجودين وعارفين، تراهم هم يتنكرون باسماء القبائل عندنا، ويتنكرون عشان الدعم. هم شغالين على جهات عده، يعني اللي منهم يشروط ومنهم يلعب الجولات ومنهم هم مساكين. هذول صراحه مثل الحشرات الفطريات اللي تدخل في الجسم، هم فطريات الان. ترى اعتبرهم الان فطريات. انا بالنسبه لي وباء فطريات. اخ مالك، وباء لازم الواحد يبعد على الوباء باش ما ينتشرش. وباء فايروس كورونا هم. لا غير وباء. لا، اقوى ضرر كورونا ما صار بالطريقه هذه يا اخواني. اذا صرنا والله صادق اقسم بالله العظيم هذا وباء. هذه فضلات. ترى اعتبرهم، انا بالنسبه لي فضلات، اقسم بالله اعتبرهم فضلات. انا بحكيك هذا، وفي رمضان اقولها يا اخواني. هذول فضلات البشر. يا انت يا الخروف يا ابو ريحه، ارجع لنفسك يا اخوي. اذا ما قبلك مجتمعك، في ناس تقبلك غيرهم. ولا تخرب بيتك، ولا تخرب عيالك، ولا تشتت اسرتك، ولا تضيع مالك من اجل شهوه، من اجل حاجه لا هي ما تستحق. حتى تراهم شروطوك بالنظر، شوفها تخليك تشوفها حلوه، هي ما هي حلوه على فكره، زي ما تفضل يا ابو طلال، يا ابو طلال، خلاص يا ابو طلال ارحمني يا اخي. يا اخي خاف سام، خاف. خاف. مليكة، انقذيني من ابو طلال والبث ومراد هو في واحد ومساعد. وحط يا سام، بالله عليك، في واحد حط علم السعودية وعلم المغرب، صعدها لك. أنا حابة نخلي مكاني. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا، مين يعطيك القادم الصحة افضل، أختي. القادم افضل يا اخواني. تفضل تفضل. القادم افضل. ليش؟ ما هو اوجع وليس افضل، اوجع لهم. لحظة لان أبو احنا طلال، لحظة لو احنا سمحت. سكتنا وتمادوا يا اخواني. احنا ما جينا، هم تمادوا الان يخططون. يقول هم فهموا القصه، وفيهم حتى كلام مكسر. احنا معاكم، ترى الشعب السعودي لا تمازحوه.
لا حد يلعب على الشعب ليش السعودي، حتى في اقسم علم بالله اللي يجيكم السعودية بعد اوجع واوجع. المغرب؟ وبالبراهين عندكم، ليش لانكم انتم حتى على هذه؟ غباء وحنا على ذكاء. احنا متعلمين وانتم غير متعلمين. في لحظة فرق أبو بيننا طلال، وبينكم ترى لحظة. شاسع. هذا منبطح. لا له. ما يا شاء اخوي انا الله، عارف ما شاء القران، الله الله. يرحم والديك. تكلم ولا نزل؟ أنا عارف القرآن ما شاء الله. أبو طبعا قرآن. أخوي مراد هم معروف عنهم الاستشراف، معروف عنهم أنهم يلبسون لباس التقى ولباس الدين، ودائما يرددون الكلام المعتاد: الناس طوب وحجر، لا تعمموا، بلاش فتنة، قسمة ونصيب، كلها حفظناها والله. يعني شوف يا أخ مراد، في بعض أو بعض الأشخاص يكرهني لكنه يبين كراهيته لي، لا ينافق، لا يتلون، يظهرها لي في وجهي. برد على هؤلاء هذا من الجزائر يا اخ مراد اللي يقول انا اخاف ربي. هذا من الجزائر. وين هذا؟ حط شكون؟ علم الجزائر، شنو حط علم اسمه هذا؟ الجزائر ولا لا متأكد؟ ورا لحظة لحظة. مستحيل يكون جزائري. حط اخوي علم مساعد، وين هذا؟ شنو اسمه؟ اخوي مساعد، انت قلت شنو كلمة اسمه؟ والله وقلت شيء حط صفة جميل حرف وعلم بعاداتهم. الجزائر حط اسمه. اذا جيت لحظة قلت لهم أشوفه. انا انسان ابغى الستر وابغى ذا، قالت لي والله حتى انا ادور الستر. تجيهم تقول له انا انسان ملتزم، وذا سوت لك فيها انها وين راعية راحت علم الجزائر الالتزام هذا؟ والحشمة والادب. جيت قلت لها انا راعي ليالي حمراء، جتك على طول تسعى وراك. شنو اسمه يا نايف؟ اظن رمز حرف انجليش وحط صورة علم الجزائر. يلا اطلب قست، اطلب. أنت جزائري، اطلب قست. اظن انه متنكر. طيب ايش قال ذا؟ ايش وش قال ابو يقول؟ طلال؟ يقول ما تخاف ربك. ليش على كذا؟ مين؟ ما تخاف ربك علي انا. لا لا، يمكن يقصد اللي طلع هذا يشغل لا الآيات نايف، القرآنية. يقول نايف، يقول نايف. نايف هذا نايف. لا نايف ويقول ما شاء الله على المغربيات، جمال واخلاق، مش الجزائر. نايف نايف. هذا هلا شكله منبطح مرحبا. نايف. يمكن نايف ثاني، ما ادري والله. نايف اسمه نايف، خلاص شفتها. هاي نايف. يقول لك نايف هو واحد ثاني متنكر. هو لا قاعد لا يمدح في المغربيات. نايف اسمها، يمدح في المغربيات، قال لك ما شاء الله جمال واخلاق. هذا منبطح من اي برد عليه، من اي مكان هو ما تدري. نايف هذا منبطح من عندنا يعني خروف. الخروف هذا انا بعطيكم تعريف لغة وشرعا. لغة يسعد نفسه، شرعا يضر الآخرين. هذا الخروف هذا دائما، هذا مسكين، هذا مروح اصلا، معفن، ريحته طالعه، كرشه ربع ومخته ربع مثل طبعا. يتماثل بالوسخ، سروال اصفر، ويروح هناك ما لقى مجده الا النوعيه هذه، لان هذه مقبره زي ما ترد ميت. يجي المريض، يجي المعفن، يجي الاشوى، يجي الاعور، يجي اللي ما يشوف، عادي يقبلوه، ما عندهم اي مشكله، بالعكس يتسابقوا عليه. فهم طبعا هذه النوعيه هذه اللي يمجدهم ويمدحهم، هذا تحس ما حد يعطيه وجه اصلا، لا من قرابته ولا من بيته. انسان مروح معبس في الصيف، ومعبس في الصيف، وريحته حتى في الشتاء، مع ان الريحه لا تطلع في الشتاء وهي تطلع عند الريحه من كثرها يعني. حبيبي في احد قاعد يفحط، في احد قاعد يفحط. موقعه في المغرب يا جماعة، موقعه في المغرب، مش نايف هذا موقعه في المغرب، مش سعودي ولا خروف. منتحلين. هذا من شفت الخروف باي مكان. انا منتحل. اتكلم عن الخرفان، انا الخرفان بشكل عام اللي يحبون النوعيه هذه. أخوي ملك العدل هم دائما ألاحظهم في البثوث حينما يتم جلدهم وتعديتهم، يدخلون يشوشون بأي طريقة، يحاولون تغيير مسار البث أو تغيير مسار الموضوع والنقاش. تشويش. صحيح. واحدة تقول طلع يرقي السهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا مليح صوتك، صوت مليح هكا. صوتك معك هاي. مليح. يا الحمد لله. غير كيف صحوا لي كيف معه صحة فطوركم وصلاكم. هذا حبيبي. أتريد أن تتزوج الصنقولية؟ بعد فمك على المايك، بعد فمك على المايك يا اياد. اياد سام أتريد الزواج؟ جاك ميمون يا سام.
اتاك خمخروش مدري ممخروش مدري شو اسمه ذا يا اخي. انضم السطر يا شباب. شمهاروش شمهروش. عن بالكم تدرون بلي شمهاروش يقدموا له قربان أطفال صغار، الله اكبر. مش اياد حيوانات لحظه والله. اياد لحظه طالب قس هو لحظه. اهبط طالب نايف هذا قس. عارف. انا نعرف وش مكانته في الاعراب، هل هو فعل ماضي لحظه ولا لا فعل حاضر ولا يلا اطلب يا نايف. تعال يا نايف تعال. اطلب السطر قس يا الاحمر يا نايف. شباب، ومعناته الصرف الصحي الاحمر. هذا ناس أنا صراحه نطلب الحذر منهم. خلينا يتكلم لين يدخل يطلع. طبعا الحذر يا اخواني ويا تفضل. اخواتي، الحذر من السطر الاحمر، الحذر يا اخواني. لا تخربوا بيوتكم ولا تخربوا مستقبلكم بمجرد شهوه ومجرد غزوه على ما يقولون او نزوه. اتركوا السطر الاحمر في بيئته، او طبعا مثل انا ماني قايل هذيك اللي دائما تذكروها اللي تاكل من الجيف. هم زي كذا صراحه اللي في المستنقع، وانتم عرفتوها ايش معناتها. والله يا ما اخوي طلع يا مراد، ما طلع. ما يبغى أخوي. كان طلب قس هو. هذا كان كبير. طلب قس هو منتحل. هم دائما خرفان على منتحل. فكره، يمشون في الظلام. الخروف في دائما خفافيش. يمشي في الظلام ولا يدري عنه. خفافيش وين الخروف. والله يا اخوان حتى في اليوتيوب تشوفون حالات كثيرة لشباب مسحورين في مطارات السطر الأحمر. أنا رأيت كذا مقطع، يعني مقطع مثلا لشاب سعودي وهو نورك في الله يسلمك. الأرض في حالة غير طبيعية. صوتي واضح؟ نعم. اي واضح. واضح. رأينا مقاطع في اليوتيوب لشباب سعوديين وخليجيين، حتى والله خرج رجل أمريكي كبير في السن يحذر من ذهاب الشباب العازبين إلى السطر الأحمر. أقسم بالله. مرحبا بخالد، أمريكي. يا مرحبا تخيل. يا مرحبا. هلا والله، السلام عليكم، صباح الخير. وعليكم السلام خالد، ارحب اخوي. مراد، مساعد، سهم، يا ملك، يا هلا ازيك؟ منورين. الله ينور عليك يا خالد. طيب يا هلا بك، هلا وغلا فيك، نورت حبيبي. معليش قطعنا السالفة، إذا ما أدري من كان السالف. لا أبد، تفضل أخوي خالد. يا بعد راس، الله يسعدكم جميعا، منورين. استرسلوا يا شباب. فشفنا يا جماعة حالات كثيرة، يعني الشباب مسحورين في السطر الأحمر، موجودة صوتا وصورة. يعني حتى أنهم كانوا على الأرض في حالة غير طبيعية، يصرخون وينادون بأسماء فتيات من السطر الأحمر. مقطع يصرخ باسم رجاء، مقطع آخر يصرخ باسم عزيزة، مقطع آخر فاطمة وفاطمة ومليكة وما شابه. انا اللي اصيح مليكة دائما يا اخوي مساعد. والدليل يا مليكة. والدليل يا أخوان أن في أحد المقاطع الموظف في المطار وهو رجل من السطر الأحمر قال صوتا وصورة أن هذا الشخص مسحور بالشرويطة. فالموضوع ما هي مبالغات، يعني الحذر والله من الذهاب لهم. اذهب سياحة جنسية لأي بقعة جغرافية في الكرة الأرضية ولا تذهب إلى السطر الأحمر. يا أخوي أمشي على الأقدام 1000 كيلو في الصحراء ولا سافر لهم. أنا بالنسبة عن نفسي يعني إذا مضطر يعني مجبور لهم أقول يا أبو طلال بعد العيد إن شاء الله راح نسافر أنا وياك. أوكي. انا وانت مالك ابو طلال ضدنا. شوف إذا سافرت أنا وأنت اسمع مني، إذا سافرنا أو فكرت أنا أسافر إن شاء الله يجيب لي شرويطة تخليني أنقز فوق، تخليني ما أطلع. أذكر أسمائهم كلها أسمائهم، فاطمة، رحيمة، مدري إيش، أذكرهم إن شاء الله على طول السنة ما أرجع إن شاء الله. يا أخوان فعلا الموضوع خطير جدا والله. شوف يا أخوان، أنا لي تقريبا 1 سنة و3 أشهر أتابع قنواتهم المحلية. والله العظيم يا أخواني أن يوميا يضعون تقارير ووثائقيات ومقاطع فيديو صوتا وصورة تثبت
وجود السحر في بلدهم، وحتى أنه يعني عملوا مقابلات صوتا وصورة في قنواتهم مع سحرة ومع أشخاص يذهبون إلى الساحر. يعني الموضوع يا جماعة والله ليس تهويل وليس مبالغات، السحر جزء من ثقافتهم. يعني حينما أقول جزء من ثقافتهم أعني أن جميع طبقات المجتمع لديهم تمارس السحر وتعترف به وتعتبره ممارسة طبيعية، ومن الطبيعي أن يمارسونه لتحقيق أهدافهم. يوجد كذلك مقاطع في اليوتيوب لرجل من السطل الأحمر وزوجته مرأة من السطل الأحمر يقيمون في إيطاليا، والرجل هذا قبض على زوجته متلبسة وهي تمارس السحر والشعوذة. والله العظيم يا أخوان إن رجل من السطل الأحمر تناقشت معه وهو مدرب رياضي في أحد النوادي في مدينة الرياض في السعودية، تناقشت معه عن موضوع السحر والشعوذة. والله يا أخوان أنه قال لي أن السحر في السطل الأحمر ينتشر انتشار النار في الهشيم، لذلك نحن نهرب من نساء السطل الأحمر، لا نتزوج بهم لأنهم يؤمنون بالسحر ويؤمنون بالشعوذة. وأخشى على نفسي حينما أتزوج امرأة من السطل الأحمر أن تمارس السحر علي، وأن تأخذ جميع أموالي، وأن تسيطر علي، وأن تبعدني عن أهلي. فالموضوع والله جدا 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 أخوي خطير. مساعد، هذه يسمونها طقوس مو بسحر. يعني أنا أذكر لا عندهم ناقشت طقوس أخ خالد وسحر لا وشعوذة. لا لا، هم يوهمون الناس الموجودين. أنا أذكر ناقشت في نفس الموضوع هذا، ناقشت قبل فترة مع وحدة قالت يا أخي أنتم ما تفهمون، هذه طقوس خاصة فينا. قلت كيف يعني تذبحين كبش لا يعني في زي المكان زي المزار عنده قبر، وتشعلين شموع وتقدمين زي الطعام، طبعا يسوون زي الطعام كأنه عزيمة ويقدمونه في المكان هذا. فقلت يعني كيف هذه مو طقوس، هذه سحر. لما تقولين يعني أسماء، يعني أسماء واضح أنها أسماء مو أسماء بشر، يعني زي بابا ميمون وغيره وكذا، واضح أنه يعني الموضوع فيه تقرب لغير الله، وفيه تودد لأشخاص يعني مجهولين. هذا عندنا في الإسلام معروف أنه سحر يعني. قالت لا، هذا طقوس خاصة فينا، أصلا أنتم ما تفهمونها، أنتم ما تعرفون أي شيء تقولون السحر. فأنا استغربت. بعدها سبحان الله بحول أسبوعين جت سالفة الممثل جاسم النبهان وزوجته والمقاطع اللي حطتها في حسابها هنا على التيك توك. فطلعوا هم يدافعون، يعني في واحدة منهم زي ما نقول بالعامية كبت العشاء، قالت الله يهديها، هم يعايرون بالسحر من زمان والحين هي وثقت علينا وخلاص انكشفنا، معنى كلامها. فهم فعلا يعني عندهم الحاجات هذه لدرجة زي ما قال أخوي مساعد واللي هون الموجودين على اليوتيوب الآن في لقاءات مباشرة يسوونها بعض القنوات اليوتيوبية عندهم زي قناة شوف وغيره مع مشعوذين في وضح النهار، والله العصر والظهر عندهم هناك في الساحات اللي فيها استعراض بالألعاب البهلوانية ومدري زي ساحة الفنم في مراكش، وفي الساحة الثانية برضو في قادير، وفي الساحة برضو هناك في الدار البيضاء وغيرها. تخيل انهم مسوين تقرير يقولون هذا أشهر مشعوذ أو أكبر مشعوذ. يعني هذا لو في بلد عربي على طول أصلا يمسك يعني يتعامل بحكم الإسلام. يعني وش الحكم الإسلام في زي الشيء هذا سواء كان حبس أو غيره أو ذا. فسبحان الله يعني أنا أستغرب أنه أمام الكل جالسين يسوون لقاء معه وهو يتكلم ويشرح وعادي كأنهم مقابلين واحد يعني طبيب عظام على قولتهم، ويتكلم ويفصل بالموضوع، وإحنا على قولتهم أنا عادي ويجوني زباين وإحنا نستخدم العظام ونستخدم مدري إيش. يتكلم كأنه يتكلم عن مهنة يعني مصرح بها. سبحان الله. هي شبه مصرحة أخوي خالد ولا أقطع واردك. حتى عندهم في بعض الأسواق، سوق الجميعة، سوق المحمدية، يبيعون أدوات السحر جهارا علنا أمام الجميع. والله العظيم في أسواقهم يبيعون أدوات السحر.
عندهم العطارين، شفت نفس الساحة هذه ساحة مراكز اسمها ساحة الفنا، هذه يا طول عمر السلامة في عام 1434 عاد بالميلادي أنا ما أدري كم. رحنا احنا ترى